عليكم، كيف حالكم يا بنات؟ اليوم إن شاء الله بعمل البخور الأبيض. طلبت مني واحدة زبونة أن أعمل له البخور أبيض، فقلت يلا أصور لكم هو تستفيدوا منه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعمل 3 أكواب السكر، 3 أكواب سكر. هذا طبعا الديست حق البخور، يعني ما استعملوش للأكل أبدا، يعني تستعملي البخور فقط. تعملي كوب ماء ورد، ونخليه يذوب. نخلي السكر تمام، نجلس نحركه يذوب على شولة هادئة. تمام. ونجيب نجهز نحن حاجاتنا. هنا وقية عود أريان، وقية عود هندي، وقية عود أجمل، ومعه عود ماليزي. تمام. كلهم قد خلطتهم أنا هنا وعتقتهم. شو عتقتهم بالعطور. سويت عطر الشرقية وأمير العود وخير لنا وصوت العرب وعرايسي، وعتقته فيه، وبعدين بسكب برضو من نفس اللي عتقنا منه من هذا العطر. ولما يجهز، المهم لما يدوب تمام السكر، نعمل له المثبتات. نعمل هذا المسك الصابوني ده، ونعمل المثبتات العنبر الرمة والمسك المتسلق والورد الاسطنبولي. تمام. نسويه لما يدوب الشيرة، لما تدوب. و10 جرام ماء ضفر و15 جرام مسك. بس هي دي المكونات، لأنه المكونات البخور الأبيض ما يتحملش دقة عود، وما يتحملش اللدنة، ما يتحملش الألوان الغامقة، ما يتحملش العفص المضغوط. لازم نكسره كسار. دحين قد سكبتني هنا المثبتات، المسك الحجري والمسك الثاني المتسلق، وعملت كمان فيه المبيض شوية قليل. وايش تاني؟ خلاص دحين تقريبا الشيرة جاهزة. مثبتات العنبر والوردي والعنبر والمسك والوردي. تمام. دحين بنعطر الصحون من العطرة الشرقية أو من العرايسي. هذا قد عطرته. شوفي دحين نتأكد من أن الشيرة جاهزة. كيف نشوف مثلا صح كده، نقرب نشوف الشيرة تتلابس كيف حامية. شي كيف خلاص كده زي الصبغ. كيف شي كيف صامت تلابس زي الصبغ كده، جاهزة الشيرة. بعد برد مع المكيف. خلاص نخليه لما يبرد يتماسك تمام، نخرجه من الصحون، وبعدين نعطره من الخلف طبعا. الحين بعد ما برد البخور نقلبه، نعطره أول مرة من قدام شوية، لكن الأكثر من ورا، لأنه ما يتشاربش من قدام، يتشارب من ورا، يكون مسامد حقه من ورا. تمام. Seven day.
أوريك الجهاز البخور الأبيض، قرصين حلوين ما شاء الله. دحين بنشيلهم بنسويهم بالقصدير ونوصيهم لأصحابهم.